دي كيكة شوكولاتة مسقية بصوص كراميل وشوكولاتة، وعليها طبقات من جناش الشوكولاتة وصوص الكراميل، متزينة بطبقة كريسبي من الشوكولاتة، معمولة بعناية مش مجرد ترند وخلاص. ناعمة مش تقيلة وحلاوتها مظبوطة ومش مسكرة زيادة. في وصفة النهاردة هستخدم السبونج كيك اللي بيعتمدوه في أشهر محلات الحلويات. هحتاج من 4 ل5 بيضات على حسب حجمهم، عليهم نص كوباية زائد معلقة كبيرة من السكر، هيبقوا 125 جرام، وكيس فانيليا، ومعلقة صغيرة من محسن الجل، هيبقوا 13 جرام، وكوباية دقيق منخول 125 جرام، وربع كوباية كاكاو منخول 25 جرام، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر 4 جرام، وما ننساش رشة الملح. وهاتوا نوع كاكاو حلو عشان الكيك يطلع معاكم طعمه حلو ويبقى هاشش ومش مكتوم. افضل نوع تستخدمه للحلويات هو الكاكاو الاسباني، في منه البني والبني المحروق، اي نوع فيهم هينفع على حسب بتحبوا كيكه فاتحه او غامقه. في الاول هنقلبه على سرعه هاديه، وتدريجيا بنرفع سرعه المضرب، وبنوقف في النص وبنلم الجوانب، وبنكمل خفق لحد ما الخليط لونه يبقى فاتح. واخر مكون هنزود معلقه كبيره من الميه الساقعه 10 جرام، وهنقلب لاخر مره لحد ما الميه تختفي. اي قوالب عندكم في البيت تقدروا تستخدموها، ولو عايزينها شبه الجاهزه فالقوالب دي هتكون مناسبه. الاسبونج بيتصب على قالب ما يكونش مدهون، ولو القالب بيلزق فهتحطوا ورق زبده في الارضيه. كميه الاسبونج دي عملت معايا قلبين متوسطين، وبعود خشبي هطلع اي فراغات هوا جوه الكيكه. القوالب دي خفيفه فهحطهم في صينيه عشان الكيكه ما تتحرقش من تحت، وادخلهم في فرن مسخناه قبلها ب10 دقايق على درجه حراره 180، واحطهم في الرف اللي في النص على الشبكه، وما تشغلوش عليها مروحه الفرن عشان ما تعلاش من جنب وتهبط من جنب تاني. وبلاش تفتحوا عليها الفرن كل شويه عشان بتهبط، تابعوها بس من ورا الازاز. وهتاخد معاكم في الفرن من 40 ل 50 دقيقه. وطبعا قبل ما بتطلعوها بتختبروها من النص بعود خشبي، وبنطلعها بنسيبها تبرد خالص، ما ينفعش نشتغل فيها على طول عشان هتفروك معانا. تاني خطوه معانا هنعمل الجناش. وللجناش عملت ميكس ما بين الشوكولاته الدارك والشوكولاته اللي بالحليب. لو استخدمت الكميه كلها شوكولاته بالحليب فهتبقى مسكره قوي وهتجزع النفس، ولو استخدمت الكميه كلها شوكولاته دارك فهتبقى مره. هستخدم كميه متساويه من الشوكولاته الدارك والشوكولاته اللي بالحليب. هستخدم 200 جرام من الشوكولاته الدارك و200 جرام من الشوكولاته اللي بالحليب، وهضيف عليهم 400 مللي من الكريمه السخنه، وبندوبهم مع بعض. باسيب الشوكولاته لحد ما تبرد خالص، بعد كده باغطي وشها بالاسترتش ويكون ملامس لوشها عشان ما تعملش قشره. بعد كده بندخلها التلاجة من 6 ساعات ل 12 ساعة، ويفضل لو عملتوا الجناش والكيكة قبلها بيوم هتاخدوا نتيجة تحفة. وهنا كده الجناش بعد ما سبته ليلة في التلاجة ده بيكون قوامه. وهضربه بالمضرب الكهربي وادخل فيه هواء عشان الجناش يبقى فلافي ومش معجن مع الكيكة. بعد كده بفضي الجناش في البايبنج باك وبدخله التلاجة وبطلعه وقت ما استخدمه. تعالوا بقى اما اقول لكم على صوص تشريبه هيخلي كيكه الشوكولاته في ليفل تاني من الجمدان. بسخن طاسه على النار وهحط نص كوبايه سكر عشان اكرمله. بعد كده بهدي النار لاقل من المتوسطه. في الاول مش بنلمسهم، بنحرك كده من ايد الطاسه. لما السكر يبدا يسيح من تحت هبدا اقلب اللي ساح بالراحه، وبرجع احرك الطاسه تاني من الايد، ونفس الكلام كل ما جزء يسيح برجع اقلب اللي ساح لحد ما كل حبوب السكر تندمج مع السكر اللي ساح. وبنستمر في التقليب لحد ما السكر كله يدوب ياخد اللون الكراميل الفاتح ده. ما تغمقوش عن كده عشان ما يمررش. وطبعا لازم تتعاملوا مع السكر بحرص، وخدوا بالكم على ايديكم لسعة السكر ما بتهزرش. بعد كده بنزل عليها معلقه كبيره من الزبده وبدوبها مع السكر. دول 250 مللي من الحليب الدافي، هزود عليه معلقه كبيره من النسكويك او مشروب الشوكولاته، وبدوبهم مع بعض، وبنزلهم على كراميل تدريجيا عشان ما يفرش. في الاول بنلاقي السكر كده كتل، وواحده واحده بنلاقيه داب مع الحليب وما تبقاش فيه اي كتل. برفعه من على النار وبسيبه يبرد خالص. بعد كده بصبه في علبه الصوص. الصوص ده بيخلي اي كيكه شوكولاته غنيه بشكل مش طبيعي. هنا كده الكيك بتاعي هبدا اسلك حروفه، بعد كده بطلعه من القالب وهبدا اقطعه. وظبطت القطاعه عندي على سنتي ونص. وبنشيل الوش مش بنستخدمه عشان مش صحي، ممكن تحطوه لاي قطه تاكل ولا حاجه. القالب الواحد عمل معايا 3 قطع من الاسبونج. هبدأ دلوقتي أركب القالب على بعض. أول طبقة بتكون الاسبونج، وبسقيها بصوص التشريبة، وأحط عليها طبقة الجناش ومسويها جوه القالب. بعد كده هصب عليها صوص الكراميل، هسيب لكم طريقته تحت الفيديو للي حابب يشوفه. وبنكرر نفس الخطوات. طبقة الكيكة التانية عليها صوص التشريبة، بعدين طبقة الجناش وبسويها وصوص الكراميل، وآخر طبقة كيك بسقيها بصوص التشريبة وبحط عليها طبقة الجناش.
بعد كده باغطيها بالبلاستيك راب وباسيبها في التلاجة أقل حاجة لمدة ساعتين، كل لما بتسقع وبتحسوا بميكس النكهات. وقبل ما باقدمها على طول باحط لها الإضافات دي في الفينش عشان تحسوا بطبقة الكريسبي اللي على الوش، لأنها لو دخلت التلاجة هتطرى ومش هتبقى كريسبي. هحتاج لشوكو رايس أو أي نوع كورن فليكس عندكم، بس كسروه خشن عشان يبقى مجروش. هاخد منه حوالي نص كوباية وازود كمان عليه قطع شوكولاتة كسرتها، ودي شوكولاتة سيحتها في الميكرويف. هاخد منها حوالي معلقتين بس. بقلبهم مع بعض في الأول، بعد كده بحط عليهم معلقة كبيرة من الكاكاو. هنا كده برج الكاكاو مع باقي المكونات عشان ياخد الشكل اللي بتشوفوه على وش الفزعة أو كريمور، وده بيبقى طعمه تحفة قوي وكريسبي فوق الكيكة. ولما بنيجي ناكل الكيكة بنطلع القوالب من التلاجة وبنحط آخر طبقة على الوش اللي هي ميكس الشوكولاتة وكاكاو وشوكورايس. وبالمناسبة ممكن تستغنوا عن صوص الكراميل لو عاوزينها خفيفة وسكرها هادي. ودي كده قوالب الكيكة بعمل فيها نفس الخطوات. بس هنا حطيت الكراميل في اخر طبقة على الوش وحطيت عليها باقي الشوكولاتة اللي كنت سيحتها للتزيين، بس جمدت في التلاجة. الكيك ده بيتصنف من احلى كيكات هرمونات السعادة، ما بيتشبعش منها ابدا. عملتها كذا مرة من جمالها. كيكة غنية وطبقات ناعمة وميكس نكهات مش طبيعي، ودي من الكيكات اللي لو عملناها في البيت احلى 100 مرة من اللي بنشتريها من بره. بجد طعمها فاخر ويستحق التجربة.